أكد الإعلامي أحمد شوبير أن وسام أبو علي لاعب فريق الأهلي خضع إلى أشعة في الأردن وأظهرت أنه سليم، إلا أن إدارة الأهلي قامت بعمل أشعة أخرى لمزيد من الاطمئنان، ولكن التقرير الطبي الجديد لم يظهر حتى هذه اللحظة. وأضاف شوبير أن أحمد جاب الله رئيس اللجنة الطبية أعلن عن حالة وسام أبو علي بشكل مبدئي، ولكن الأقرب أنه سيناقش مع الجهاز الفني وباقي زملائه من الجهاز الطبي، وفي النهاية يعطوا القرار النهائي. والإصابة بإصبع القدم اليسرى، ولا يوجد أي إصابات في الركبة والقدم. وفيما يخص كهربا فقام بسداد الدفعة الأخيرة المستحقة للزمالك، ومن قيمة التصالح من الغرامة التي كانت مفروضة على اللاعب. وأشار شوبير أن البعض ردد أن الأهلي باع كهربا، وهذا لم يحدث. بالعكس، الأهلي لم يبيع كهربا، بل كان معه بكل الطرق، ورجال الأعمال ساعدوه وأحضروا له عدة إعلانات ساعده بشكل جيد. كما أن كهربا دفع مبلغ ليس بالسهل، ولكن العقوبة على كهربا وليست على النادي الأهلي، ومشكلة كهربا انتهت. واختتم شوبير أنه يتمنى أن يركز اللاعب لأنه لاعب جامد وعنده إمكانيات عالية وقادر بالرد على الجميع في الملعب والعودة أفضل مما كان عليه في الأيام الماضية.